عايز تفرخ زغاليل قد بعض، مفيش زغلول كبير وزغلول صغير، يبقى ركز معايا في الفيديو ده. لو لاحظنا هنا هنلاقي الزغلولين تقريبا قد بعض، بس هنلاقي ده اكبر شويه من ده، فده طبيعي. يعني لما تلاقي نسبه بسيطه كده والاتنين مليانين واكلين، تعرف ان ده مثلا كبير شويه عشان ده ذكر وده نتايه. برضو لما بيفقسوا في نفس الوقت هتلاقيهم احجامهم قد بعض. احيانا بنحضر للبيض وهنلاقي برضو زغلول صغير وزغلول كبير. هنا انا حاطه 3 وهنا حاطه 1. ليه؟ لاني لما فقسوا كان في فرق يوم مع انهم متحضرين للبيض مع بعض. بصوا شايفين التفاوت ده؟ بقى التفاوت اللي يقلق، اللي بيطلع لنا زغلول كبير وزغلول صغير. فحطيت الزغلول دوت مع الاتنين دولت، وابتديت اساعد مع الاهالي عشان ال3 دول يطلعوا زي ما انتوا شايفين قد بعض. ودوت خليت الاهالي يهتموا بيه بدل ما كانوا مهتمين بده. بصوا كده، ده لبن، ده تاكيل اهالي. تعرف ان الزغلول دوت هيتاسس لان هو لوحده. اهم حاجه تلحق الزغلول في اول كام يوم من التاكيل اليدوي عشان ما يهتموش بواحد ويسيبوا التاني. لو انت عندك اكتر من قص، حطوا الصغيرين مع بعض وحطوا الكبار مع بعض عادي.